أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يتعرض للضحك من قبل بعض المحيطين به داخل الإدارة، مؤكداً أن قراراته لا تترجم دائماً على أرض الواقع بسبب ضغوطات محيطة. وقال عبد الجليل في تصريحات تلفزيونية: فيه ناس بتضحك على كابتن الخطيب وبيقولوا له إنه كل شيء تمام على السوشيال ميديا، لكن الواقع مختلف تماماً. وأضاف: الخطيب بيعمل كل حاجة، لكن لجنة التخطيط ملهاش لازمة، ومبادئ الأهلي ضاعت وما بقتش موجودة. وحول تقييمه لأداء الفريق الحالي، قال عبد الجليل: مفروض إمام عاشور كان لازم يتم تجميده طوال الموسم ويعرض للبيع. المدرب يستوروب مش مدرب عنده شخصية، خصوصاً بعد موافقته على عودة إمام عاشور بعد أزمته. كما انتقد عبد الجليل أداء بعض لاعبي الفريق، مشدداً على ضرورة رحيلهم. بن شرقي، بن رمضان وكامويش لازم يمشوا، ونسيت إنه في حد اسمه محمد شريف، في إشارة إلى عدم رضاه عن تأثير هؤلاء اللاعبين على الفريق.